أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة. 14 أغسطس ذكرى وفاة بسكوتة السينما المصرية شويكار. انت اللي قتلت بابايا. انا يا بابايا. قدمت شويكار خلال 60 عام حوالي 180 عمل سينمائي ومسرحي وإذاعي. كونت ثنائي مع الفنان فؤاد المهندس وقدموا أعمال ناجحة ارتبط الجمهور بيها. اتولدت شويكار لأب مصري الجنسية تركي الأصل وواحد من كبار ملاك الأراضي في محافظة الشرقية، وأم شركسية. اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب وشاف إنها تقدر تقدم الأدوار الكوميدية. اتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية ودرست التمثيل على يد عبد الوارث عصر ومحمد توفيق. بدأت مشوارها السينمائي في بداية الستينات بأدوار قصيرة زي فيلم حبي الوحيد وغرام الأسياد. اتقابلت مع الفنان فؤاد المهندس لأول مرة في مسرحية السكرتير الفني، ومن أشهر أدوارها على المسرح صدفة بنت حسب الله بعطشي في مسرحية سيدتي الجميلة. يجعلها بيضة على الكريم، سودة على اللئيم، باب على ما يساعد الحريم. واللي كان من أبرز إفيهاتها طلعت في إيدي غلط. ومثلت مع الفنان فؤاد المهندس العديد من المسرحيات زي حواء الساعة 12 وإنها حقا عائلة محترمة وروحية اتخطفت. وفي السينما قدموا مطاردة غرامية والعتبة جزاز وشنبوا في المصيدة وغيرها من الأعمال، وكان لهم العديد من التمثيليات الإذاعية في الإذاعة. اتجوزت شويكار من الفنان فؤاد المهندس واستمر زواجهم 20 عام. لم تنجب الفنانة شويكار من جوزها فؤاد المهندس، وربت أولاده محمد وأحمد من زوجته الأولى مع بنتها منة الله من زوجها الأول. لكن انتهت قصة الحب بالانفصال المفاجئ. توفت الفنانة شويكار في 14 أغسطس 2020 بعد صراع مع المرض عن عمر 82 عام. استنوني في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة.